قبل ما نبلش اجتماعنا نوقف دقيقة صمت. الشهداء وأحياء الفقراء عند هبار ليلى. المداخلات رح تكون إذا حبيتوا بعد النقاش. تنحني هاماتنا اعتزازا وإكراما وإجلالا لشهداء الحرية، وترتفع قاماتنا افتخارا بهم، بشهداء الحرية، شهداء الأمة الديمقراطية الذين ضحوا بحياتهم هنا جنبا إلى جنب، نساء ورجالا، كردا وعربا، جميع المكونات هنا في جلسة واحدة. رفاقي، إننا موجودون اليوم هنا استكمالا لحملة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. ربما يقول بعض الرجال أنه لا يوجد عنف، وما يزال مستمرا إلى الآن. فالمرأة اليوم ما تزال تتعرض لكافة أنواع العنف، من ضرب وإيذاء واغتصاب، وكل ذلك لأن الرجل يرى نفسه مالكا للمرأة. إن المرأة لهذا الظلم على يد من؟ على يد أباها، أخاها، ابنها، زوجها. أقرب الناس محبة إلى قلبها، أقرب الناس إلى قلبها، أقرب الناس من حبل الوريد إليها، يقتلونها باسم الشرف، باسم عدم احترامنا، باسم كذا وذلك ما يزال مستمرا. فالمرأة أيضا إنسان ولها حقها. نحن عندما نطالب بحرية المرأة لا نطالب بحرية اللباس، ولا نطالب بتلك الحرية التي ترى المرأة نفسها أن تفعل ما يحلو لها، إنما الحرية ضمن التقاليد الإنسانية لا أن تخرج عنها. لا نريد تلك الحرية، حرية اللباس وحرية كذا وكذا كذا. أننا نطالب بالحرية، بالديمقراطية، بالمساواة، بالعدالة الاجتماعية. هذا نحن ما نطالب به. ونحن نرى الإحصائيات للعنف موجودة ولا تزال مستمرة. لا أسمع برجل قتل على يد امرأة إلا نادرا، أو رجل تعرض للضرب على يد امرأة إلا نادرا. عندما يقتل رجل تقوم الدنيا. وثانيها، لماذا الحملة تستمر 16 يوما؟ وبعد ذلك لن أطيل عليكم، وسيكون رفيقنا الرفيق هذا هو الذي سيكمل المحاضرة، ونحن محظوظين بوجود رفاق مثلكم يسمعون. والشهيدات الحرية، وأشكر حضوركم اليوم، مع أنه كنا متوقعين يكون العدد أفضل من ذلك يعني، لكن البركة فيكم. كان مفترض اليوم هذا أنه نحضر بكثافة أو عدد أكبر، مؤسسات سرين وبلدات. أولاً هذه الثورة في روجافا اللي بدأت هي باسم المرأة، اسمها ثورة المرأة، سميت بهذا المسمى، ولازم المسمى هذا يكون له معنى عندنا، رفاق ورفيقات. يعني لازم هالمسمى هذا له يعني لازم نحلل ليش سميت بهذا الاسم. فلما تكون هذه الثورة باسم المرأة فهذا دليل على أن المرأة كانت في وضع غير جيد، ليس في سوريا فقط إنما في الشرق الأوسط كعموم. طبعا أصبحت ثقافة يعني اليوم حل هذه المشكلة، مشكلة العنف ضد المرأة. ويوم واحد يعني الأمم المتحدة سوت يوم واحد
هو مناهضة العنف ضد المرأة، نعتقد أنه يوم واحد ما يكفي من ننهي المشكلة. يعني المشكلة بحاجة إلى استمرار أو تحليل ليش وجدت المشكلة وقاعدة وجدت بالمجتمع على مر آلاف السنين بصراحة. وشبهت المرأة لدى الغرب باسم الحرية وباسم حتى تحرر المرأة. يعني حتى في منظمات صارت تحكي بتحرر المرأة، لكن ليس تحرر المرأة حسب تحليل القائد أو حسب وجود المرأة بالمجتمع. يعني انتم شفتوا، والان الشرق الاوسط ينكر هذا ما يحب انه المرأة الغربية تحسها يعني شيء دخيله. هذه الخلطة ان وجدت، حتى لو تشوفون الدول يعني على اساس هي محسوبة انها من تقف الى جانب المرأة، لكن هذا الوقوف مخادع لحقيقة المرأة بصراحة. يعني هي مخادعة يعني على المرأة ايضا ان ترى هذا الشيء. يعني مثل ما ذكرت الرفيقة ليلى، يعني المرأة مو تعري من الحياة الحرية. ما أصل أنا لحريتي حتى أتعرى من الحياة. المرأة إن كان بالمفاهيم الدينية كانت تسبى وفي سوق النخاسة تباع. ليش فهموا المرأة من خلال حتى نصل أو نعمل بشكل علمي وبشكل صحيح وحسب الحقيقة. يعني ما نوهم أنفسنا بثقافات وعادات وتقاليد بالية أنا أعتبرها. وأنا سبق أيضا بلقاءات سابقة أنه في عادات حميدة لازم نأخذها، هذه عادات كويسة للمجتمع في سبيل حريتنا، وأن نوصل هالمشروع أنه يوصلنا بر الأمان. المشروع الديمقراطي، مشروع الأمة الديمقراطية والعيش المشترك وحقوق الشعوب. أيضا أعطونا مفهوم أنه المرأة غير قادرة. أنا لما أذكر رفيقة مناضلة أنا أذكر